هاي يا حلوين، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده سافرت بورسعيد تاني، وعارفه ان الفيديو الاول كان عجبكم جدا، وصورت لكم برضو الفندق وصورت لكم الفيو كده من الاوتيل عندي. لو اول مره بتشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا الفيديو. ده كده الفندق، ده طبعا من اقدم الفنادق في بورسعيد ومعروف جدا. ده على القناه، انا صورته لكم. وهنا في محلات بس كان اغلبها قافل، مش عارفه عشان العيد ولا لا. وطبعا هحاول اصور لكم الريسبشن برضو بس ما يبانش معايا اشخاص. ويلا بقى، انا حابه اوريكم الفندق من بره. ده الاسانسير، في هنا قاعده صغيره وكده. بقى كل دي الغرف كده، شايفين حاطين تابلوهات حلوه قوي لبورسعيد، كاتبين عليها كل الحاجات، المعلومات اللي عنها، ان ده شارع ايه وده ايه. وفي تاني هنا كاتبين كل حاجة عليهم. تعالوا بقى ادخل اوريكم كده الأوضة من جوه. بس اول ما ندخل من الباب بنلاقي كده على ايدنا اليمين في الحمام كده. وهنا الجزء بتاع الشاور. بنطلع بيكون في وشه الدولاب. هنا الدولاب صغير يعني، في هنا مكان فيه خزنة، والناحية التانية فيها شماعات بس، وانا حاطة بقى الشنط بتاعتي وحاجاتي تحت. وفي مراية طويلة كده. بقى ده شكل الغرفة، يعني هي بسيطة جدا كده. هنا في مكان هم عاملينه وحاطين الكاتل والشاي والنسكافيه والحاجات دي، وتحت في ميني بار. وهنا في تسريحة صغيرة، وسايبين بقى هنا ورق دي فيها اسعار المياه المعدنية والبيبسي والحاجات دي. وهنا دي قنوات. وهنا مكان طبعا للشنط، وفي ادراج عشان نعرف نشيل مثلا الشوزات، نشيل الحاجات بتاعتنا. انا هوريكم بس كده الغرفة بشكل سريع الاول. تمام، شايفين بقى هما هنا احلى حاجة بيهتموا بيها التفاصيل، يعني حاطين تابلو للقناة هنا فوق. طبعا التليفون، عاملين قاعدة حلوة قوي هنا برضو يعني على البول وعلى القناة. هوريكم الفيو دي. يعني بصوا، هي الغرفة تكاد تكون سيمبل وبسيطة خالص. الغرفة بالفطار، شايفين القعدة دي حلوة قوي على البول وعلى القناة كده واحنا قاعدين. تعالوا بوريكم اصلا الفيو ده. البسين هو مفيش بحر هنا عشان احنا على القناة. البسين فيه يعني عمقين، واحد 110 تقريبا سنتي والتاني 240 على طول، فمفيش تفاهم. فهم حاطين لايف جارد هنا. عايزه اقول لكم يعني بجد يسلم. شفت حالتين قدامي بيحاولوا يغرقوا، وهو بصراحه حركته سريعه جدا وبينقذهم. فهنا ده كده البول اللي ورا دي كافيه، وهنا بيعملوا حفلات وافراح وكده.
ودي برضو كافيه تانية. وعايزة اوريكم في جزء لعب اطفال، لو حد معاه بيبيهات برضو هيبقى لطيف. تعالوا بقى نشوف الفيو كده. طبعا دي قاعدة تليسيبس خلاص يعني واضحة جدا. وطبعا ده منظر القناة اللي انا صورت لكم بقى المراكب وهي معدية فيها. وبالليل كمان المراكب بتعدي بيبقى شكلها حلو قوي. وطبعا بيبقى احلى لو المراكب بقى فيها سياح او ناس يعني من جنسيات تانية، فبينزلوا يتفرجوا على بورسعيد ويعملوا شوبينج، ويبقى شكل المركب حلو قوي اصلا السياحي. هحاول احط لكم صورة عشان تشوفوه كده معايا. عايزه اوريكم بس الفيو حلو جدا. طيب انا طبعا مش عايزه بس ابين الناس معايا. إيه لو جينا بقى بس نتكلم، يعني انا الحاجات مثلا اللي انا واخداها شويه على الاوتيل، ان الهاوس كيبنج والروم سيرفيس والحاجات دي بيتاخروا جدا. يمكن ده عشان فتره بس العيد، لكن انا مش عارفه في الطبيعي بعد كده هيعملوا ايه. انا اول مره انزل في الفندق ومش عارفه بصراحه لو جربت تاني هيكون في يعني على طول ان هما بيردوا بسرعه او بييجوا بسرعه يشوفوا احنا محتاجين ايه ولا لا. تاني حاجه طبعا هما بيتعاملوا ان هو انت تدخل جهاز واي فاي واحد، تدخل المفتاح كمان ان هو مفتاح واحد، يعني لو حد على البول وحد عايز يطلع فالموضوع هيبقى صعب شويه. واعتقد يعني دي بس الحاجات اللي انا لاحظتها، الباقي كله كويس. الغرفة بالفطار، الفطار اوبن بوفيه وتقريبا متنوع، يعني في حد واقف بيعمل مثلا البيض بالطريقة اللي احنا بنحبها، بيعملوا طعمية، فول، كل انواع الجبن، كل السيريالز كمان والحاجات دي. فا اوكي يعني الفطار حلو عندهم. حبيت بقى اصور لكم الفيو بالليل والمراكب برضو معدية، شايفين جمالهم يعني فعلا احلى المناظر اللي الواحد يقعد يتفرج عليها ما يزهقش. دي كانت مركب بضايع برضو معدية بالليل، صورتها لكم. وهتلاقوا بعد المقطع ده المقطع بتاع الاوبن بوفيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.